مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة مراسلة محافظة الغربية. بنتابع مع حضراتكم مع محمد البسطويسي صاحب وقعة النمر في مدينة طنطا، وبعد جلسة التصالح وبعد التصالح مع النوسة كوتا مقابل 400,000 جنيه. هنعرف كواليس بقى جلسة التصالح والتنازل عن القضية مع محمد ومع سيادة المستشار وليد الفولي محامي محمد البسطويسي. بس خلينا الأول نبتدي مع محمد عشان نعرف كواليس جلسة التصالح ايه؟ يعني هو في الأول أول ما ابتدى التصالح يعني الفلوس تمام. خلينا مثلا نتكلم يعني على الناس اللي كانوا بيقولوا محمد فرحان ماشي وبيرقص علشان ال 400,000 تمام. هم عامة ال 400,000 دول مش فلوس، انا مش واخدهم كان اللي هم تعويض، انا واخدهم علاج تمام. اول فسر لنا يعني ايه واخدهم علاج؟ هو مبلغ زي جدا يا محمد، وكنت بتطالب بتعويض اكبر من كده، اشمعنى 400,000 دلوقتي؟ احنا ما بنقبلش عوض، احنا ما بنقبلش عوض. انا واخد 400,000 علاجي، والفلوس اللي اتصرفت عليا من اهلي واخواتي اللي بقوا عاملين قروض، ووالدي ووالدتي اللي بقوا يستلفوا من هنا ومن هنا علشان يصرفوا عليها ويعالجوني. ومقابل انت قلت لي قبل كده ان ده مقابل انت قرض عامله كمان. هتسد القرض. فانا واخده مش كتعويض. انا لو كنت واخده كتعويض انا ما كنتش هاخد 400,000، انا كنت هاخد 2 مليون و3 مليون و5 مليون. سيادة المستشار كان طالب 5 مليون. بس انا مش يعني احنا مش بتوع تعويض، فاحنا يعني لما طلبنا ال 400,000 ده علاجي والفلوس اللي اتصرفت عليا والفلوس اللي كانت علينا. في ناس قالوا برضه مين اللي اقنعك انك انت توافق على ال 400,000؟ مين اللي اقنع؟ مين اللي اقنعك ب 400,000؟ جاوب كده على الحاجة. والدك. يعني في ناس كتير قالوا ان المبلغ ده زهيد، مبلغ بسيط جدا يا محمد، انت ضيعت حقك. ايوه انا بصي احنا مش بنقبل عوض يعني لكن العوض حلال، وكنتوا طالبين قبل كده 50 نقطة. 50 نقطة كان الأول، كان يعني بس احنا برضه ما كناش هنقبل العوض. احنا قعدنا نحسبها شمال يمين، احنا ممكن ناخد العوض ده مننا نصرفه علينا، فاحنا بناخد حقنا اللي اتصرف علشان هي بس ما سألتش في المستشفى. يعني هي لو كانت سألت من الأول ما كانش هيبقى فيه كل الكلام ده. انت اصلا مشكلتك مع النوسة هي مشكلة نفسية، يعني هي ما دورتش عليك من البداية، باعتك، حسيت انها باعتك. بس يعني في الاخر احنا اخوات وعم الله عم سلف تمام، ومسامحها لوجه الله ولا شايل منها ولا اي حاجه. طب برضو انت ما حكيتليش كواليس اللي حصل ايه؟ يعني انتوا وصلتوا ل 400,000 جنيه ازاي؟ هو وصلوا اول حاجه كانوا 130,000، وبعد كده 300,000، بعد كده قلنا لحد 400,000. مين اللي عرض 100,000؟ النوسة كوتا والمحامي بتاعها والناس اللي كانوا بيتكلموا هي اللي عرضت. وزادت ل 300. هي اللي عرضت برضه. بعد كده زادوا ل 400. زادوا ل 400. ما كانش في تفاوض على مبلغ اكبر من كده؟ لا يعني احنا ما حبيناش. مع المستشار كان يجيب 5 مليون، بس احنا ما بنقبلش عوض. انت قلت ان هي زي اختك يا محمد، هي اختي وانا فيها كلام طيب، بالرغم ان هي ما سالتش عنك حتى بكيس عصير. يعني وانا مسامحها لوجه الله، وهي ما كلمتني امبارح. يعني هي اللي اتواصلت معاك ولا كلمتك؟ كلمتني امبارح. تفاصيل قالوا ازيك يا محمد، فبقول مين؟ الرقم مش متسجل عندي. انت مسحت رقمي ولا ايه؟ قلت لها لا والله انا مش فاكر. قلت لي انا كابتن انوسه. انت قاصد؟ لا هو مش حافظ الرقم. لا انا الرقم ممسوح بجد. فقالت لي انا الكابتن انوسه. قالت لي ازيك عامل ايه؟ قلت لها الحمد لله والله. قالت لي تمام. محمد مش عايزاك تزعل مني، انت اخويا الصغير وانت عارف انا بحبك قد ايه،
وكنت بتعامل معاك ازاي وبتعامل مع عيالي. وكنت بأمن لك انت الوحيد اللي مثلا ابني كنز يطلع معاك. بس هي الظروف ساعات بتحط الواحد في يعني في ظروف كده، في ظروف بايخه ومعرفش ايه. بس انت اخويا ولو احتجت اي حاجه كلمني وبتاع. رديت عليها قلت لها يا قلت محمد لها كله على الله. الرقم كان ايه يا محمد، مصري ولا دولي؟ لا مصري. يعني هي الرقم مصري يعني. انت رديت ده رجعت من الخارج ولا كمل ايه؟ الحوار يا محمد، فاهم؟ كمل الحوار اللي قبل فكلمتها وقمت جاي قافل معاها قلت لها كله على الله وان شاء الله. وانا مسامحك يعني مسامحك من كل قلبي والحمد لله. وبرضك يعني ارجع برضك للشكر كله لست المستشار وليد والشكر للساده القضاء اللي هم وقفوا جنبي وجابوا لي حقي. وبرضك يعني الشكر كله برضك يرجع للمستشار وليد. جاي النهارده من غير قبلت الجزء بالمبلغ الزهيد إيه؟ ده جاي ولا مش النهارده من قبلت الجزء محمد؟ اللي المفروض انت كنت مركبه في دراعك مش موجود ليه؟ يعني انا عندي اوعيه عندي في مشاكل في دراعي وفي كهرباء وكده، فلسه بتعالج ولسه في علاج طبيعي في رجلي وفي ايدي وكده. بس يعني الحمد لله باذن الله قريب كل ده حالتك هينتهي. الصحيه واصله فين يعني؟ الحمد لله يعني الحمد لله نصيبي، وانا راضي باللي ربنا كتبه لي، وعرفت اللي ربنا بيبتليه بحاجه فهو بيحبه، وانا مبسوط جدا ان ربنا بيحبني. طمنا على رجلك لان انت كنت بتعاني من رجلك. انا عاوز اقول بس حاجه الاول، خليك معانا. علشان انا لقيت في حد رافع فيديو امبارح وبيقلس عليا وبيتريق عليا وانا برقص. كنت انا عامل اول ما جبت الدراع كنت فرحان وبرقص وبتساعد. ليه مش ظاهر النهارده بالدراع؟ عشان عندي مشاكل في دراعي. فلقيت حد رافع النهارده وكاتب فرحان عشان ال 400,000 وكده. انا رافعه قبل الصلح بكتير جدا، وعمال بيتريق والكلام ده، الحاجات اللي هي السلبيه. فارجع واقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وربنا هيوريك اللي فيا ده فيك وهيجيب اللي فيا فيك باذن الله. طب احنا عايزين نتكلم عن محمد البسطويسي بكره، نقول عليه انه ايه؟ هيعمل ايه بكره؟ يعني مستقبلا هيعمل ايه؟ والله يعني انا حزب مستقبل الوطن وعدني بكشك باذن الله، ووعدني بقى بالفرح والفرح باذن الله. ولا يعمل لك الفرح؟ الفرح انت ان شاء الله يا محمد يوم 30/10. وبدعي برضك كل الساده المشاهدين، وبدعي كل اخواتي الصحفيين. تمام، وشكرا ليكم. معالي المستشار وليد الفولي، حضرتك كنت بتطالب بتعويض 5 مليون جنيه، يعني اشمعنى دلوقتي قبلت بالمبلغ الزهيد؟ هل رجعت محمد قلت له لا انت كده بتضيع حقك؟ من عفا واصلح فاجره على الله. وكان الداعم الاساسي في انهاء هذا الصلح هو والد محمد، لان هو قال كلمه واحده، ان احنا ما بناخدش تعويض، وان المبلغ ده هيكون مقابل للعلاج والنفقات اللي تحملها محمد. وبالفعل لو هو تعويض كنا طلبنا بحق الدراع، لان احنا بنتكلم دلوقتي في مبلغ 400,000، في حين ان الدراع بتاع محمد جاله تبرع من المهندس حسين داوود، بنوجه له الشكر والتقدير. ثمن الدراع ده 950,000 جنيه. فلما المتسببه في الازمه دي وقطع الدراع وعندها نوع من الاهمال في الاصابه اللي حصلت دي تدفع 400,000، فده لا يقال عليه تعويض. طب اشمعنى 400,000؟ اشمعنى مش نص اشمعنى مليون؟ 400,000 رزقها. معالي المستشار، يعني عايزين نتكلم يعني شويه عن تفاصيل يعني ال3 ايام اللي هم بعد رفض الاستئناف لحين تواصل انوسه التنوير. والله ومع ذلك احنا كانت مسافره ممكن واعتقد نقول ان التجربه كانت فاشله يعني. ممكن نقول ان هي كانت بتتعامل بنوع من الذكاء. يعني انا سافرت موسكو وصوره تشيك ان للمطار وصوره مع اخويا، لكن ما فيش اي حاجه تقول انها راحت موسكو. فبالتالي قالت للجماعه انا بره، وهيبقى التفاوض عن طريق الوسطاء، ودار التفاوض على هذا الوضع بالشكل دوت. وبعد كده ربنا كرمها وكلمت محمد من تليفون مصري وقالت له الحمد لله على السلامه يا محمد، انا موجوده في مصر. وهو قبل الصلح منها وقال لها انت اختي، وعمل لها فيديو زي ما طلبوا وقال لها ان انا سامحتك. فكل دي كواليس كانت في الخلفيه، ولكن احنا مش باصين لها ولا
بناخد فكره ان حد ضحك علينا، لا احنا يعني محمد عفا بنفس راضيه، ووالده كان دافع ليه قال له خلاص احنا لا نقبل العوض. وانا لما بكون يعني وكيل عن حد في الدفاع بطالب باللي هو يرضيه هو، مش اللي يرضيني انا، لكن انا اللي يرضيني. انا كنت على الاقل هطلب 5 مليون تعويض مين اللي مدني. اقترح 400,000؟ ما هو التفاوض وصلنا 400,000، كان الاول 130,000، بعد كده وصل 300,000، بعد كده وصل 400,000، بعد كده سافرت موسكو، بعد كده رجعت من موسكو. ده كان اخر حاجه وصلت له 400. وصلنا ل 400. ما نوصلش لل 600 ولا وصلنا للحاجات دي لا ما خالص. وصلناش، كل ده لان هو اترفض. الكلام كان مع والد محمد واخوه، وبلغوني في النهايه بانهم ارتضوا بهذا المبلغ يعني. محمد، انت شايف ان المبلغ ده يرضيك؟ عوضك؟ انا بصي، انا هقول لكم ليه انا خدت المبلغ ده. المبلغ ده كان والدي ووالدتي واخواتي سالفين وعاملين قروض وكده علشان يصرفوا عليا وانا في المستشفى، فانا حسبتها لقيتها اللي علينا المصاريف اللي اتصرفت عليا وانا في المستشفى وانا بعمل عملياتي وعلاجي. يعني يا دوبك خدت حق المصاريف. وانا خدت علاج العلاج، تكلفه العلاج اللي تكلفه العلاج اللي انا اتكلمتها. انت اخدتها بمبدا العفو عند المقدره. يعني بص، انا ربنا بيسامح، ربنا بيسامح، احنا العبد مش هنسامح. بس كنت الاول بتقول مش هفرط في حقي. ما هو معلش يعني عشان ما حدش سال عليه. أيوة ودي الجزئيه اللي في الكواليس اللي ما حدش يعرفها يعني. محمد لو كان من البدايه خالص حد طبطب على كتفه وقال له معلش احنا اسفين وغلط واحنا معاك وبقلبنا وبكل اللي انت محتاجه، كان عفا واصلح باقل من كده كتير خالص. واحنا كنا بندعم محمد في الخلفيه وكل الناس اللي وقفت معاه واللي اتبرعوا له، فكان هيحس فعلا ان اول واحده تسببت في خطأ واقفه جنبه مع الناس الغريبه كان هيفرق معاه. سيادة المستشار، حضرتك كده ما نصحتش محمد، قلت له احنا في موقف قانوني قوي، ليه احنا نتنازل؟ ما احنا نقدر نجيب الاكتر. والله انت قلت جمله احنا قلناها فعلا، يعني شيء طبيعي ان انا بدور على حق موكلي لحد اعلى درجه. فعلا انا قلت له انت موقفك القانوني قوي، واحنا عملنا مجهود كبير جدا